الصالحين وتعطرت بالمسك والنور المبين. رضي المهيمن عن جموع الزائرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوق الجنة. تعالوا معنا لنأخذ اليوم طاعة من الطاعات التي يمكن أن يساهم الإنسان فيها بالقليل والكثير فيثاب ثوابا عظيما. نتكلم اليوم عن فضل الصدقة أيها الأحباب الكرام. الفضيلة الأولى من فضائل الصدقة: الصدقة ب700 حسنة. يعني تدفع جنيه ب700 جنيه. تدفع 100 جنيه بكام؟ ب7000 جنيه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لا، اسمحوا لي أيها الأحباب الكرام، تدفع جنيه ب700 جنيه، تدفع 100 جنيه ليس ب7000، لا، ب70,000 جنيه، لأن الله عز وجل يقول: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحسنة ب700. الفضيلة الثانية أيها الأحباب الكرام: الصدقات ترفعك إلى مقام المحسنين. كلما أكثرت من الصدقات فإن الله يرفعك إلى درجة المحسنين. ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. شرح الله صدرك وبارك فيك وزادك تقوى وقربا من الله جل وعلا. نعم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي سماهم الله جل وعلا محسنين لأنهم أكثر من الإنفاق في سبيل الله. الفضيلة الثالثة للصدقة: الصدقات فيها خير كبير وأجر عظيم، ولذلك قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
أحسن الله إليك وبارك فيك، أي أنك إذا تصدقت لابد أن تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا رياء ولا سمعة. الفضيلة الرابعة أيها الأحباب الكرام، هناك باب من أبواب الجنة اسمه باب الصدقة. لو أكثرت من الصدقات نوديت يا فلان تعال ادخل من هذا الباب الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رضي الله عن أبي بكر الذي يدعى من هذه الأبواب كلها. كل باب ينادي تعال من هنا يا أبو بكر، تعال من هنا، تعال، لأنه كان من أهل الصيام وكان من أهل الصدقة وكان من أهل الزكاة إلى غير ذلك. الفضيلة الخامسة أيها الأحباب الكرام، الصدقة تزيد المال بركة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. نعم، صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقصت صدقة من مال، بل تزيد المال وتكثره. الفضيلة السادسة أن ما تصدقت به من مالك فهو الباقي لك عند الله، وما تركته لورثتك فقد خسرته يا عبد الله، ولا تؤجر عليه ولا تثاب. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن الشخير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم إلا من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أو تصدقت فأمضيت أي قدمته لك، وفي رواية أو تصدقت فأبقيت أي أبقيت أجره وثوابه لك. الفضيلة السابعة، اعلم أن الصدقة الجارية أجرها مستمر ما دام الإنسان ينتفع بها. والدليل على ذلك والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاحرص أخي الكريم على هذه الثلاث. أما الفضيلة الثامنة للصدقات، اعلم أنه لن يدخل معك في قبرك إلا عملك، ولذلك فتصدق كثيرا لكي يدخل ثوابها إلى عملك. والدليل على ذلك الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. نعم. وأختم معك أخي الكريم بصدقة ترجو أجرها وثوابها، وهي إنفاق على أهلك بنية صادقة. أنفق على أهلك يعني وانت بتعطي لأولادك الأكل المال ليشتروا طعاما أو شرابا، فانو بذلك لكي يتقوى على عبادة الله وطاعته، فيكون هذا أجرا وثوابا لك. والدليل على ذلك الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وبهذا نختم هذا اللقاء أيها الأحباب الكرام.
فإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي المهيمن